السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كده تكونوا بألف خير. بصوا بقى، طبعا احنا بدأنا الدراسة وكل سنة وانتم طيبين وعام سعيد علينا كلنا. بصوا هنعمل بقى العصاير الحلوة اللي بناخدها الصبح في المدرسة، بدل ما ندخل السوبر ماركت نقعد من هنا ومن هنا ونلاقي نفسنا دفعنا مبلغ كبير في حاجة ملهاش لازمة. الجوافة الوقت مليانة في السوق، بصراحة ريحتها حلوة جدا، متوفرة. ريحتها جميلة ورخيصة. نجيب بقى الجوافة، طبعا فيتامين سي ومفيدة وحلوة وكلنا بنحبها. في ناس بتقطعها للولاد في اللانش بوكس كده، ممكن على بال ما يروح المدرسة تكون اسودت او نزلت مية او كده تبقى مش حلوة. بصوا انا هعمل لكم عصير بطريقة حلوة جدا. ثانية واحدة بس عشان حد بيتصل. هعمل لكم عصير بطريقة حلوة جدا، للولاد هيعجبهم، وبجد جربوه، بجد جربوه هيعجبكم جدا. بصوا انا هجيب الخلاط اهو. اول كده هنقول بسم الله. بصوا هجيب السكر، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا السكر بقى حسب الرغبه، شوفوا انتوا بقى بتحبوه ايه، هو السكر المعقول عموما حلو. وهجيب طبعا، بصوا انا جايبه بصراحه ميه معدنيه، يعني كمان بتحافظ على الجوافه شويه، وهي لو احنا هنحفظها في الفريزر. بصوا يعني احسن من الميه بتاعت الحنفيه شويه. بصوا هجيب هنا علبه ايس كريم، دي بقى اللي هتفرق قوي، صدقوني الاولاد هيحبوها جدا. بصوا هجيب علبه ايس كريم فانيليا او فانيليا على فراوله، اي حاجه طبعا حسب انتوا ما تحبوا. وطبعا ده اللي هيفرق مع الاولاد وهيخلي الولاد هيحبوها، يعني يخلوا الطعم الطعم بتاعها هيبقى احلى بكتير. نجيب معانا 10 ايس كريم تانية. بصوا التركات بتاعت الايس كريم دي هتفرق، لو عندك جوز الهند، عندك فانيليا، اي حاجه عندك حطيها في العصير، على فكره بتفرق جدا. جوز هند، فانيليا، ممكن حبه مكسرات برضو، بجد بيفرقوا جدا. وادي اللبن. بصوا اللبن اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى كده شويه لبن حلوين، بسم الله. يلا مش مشكله، هنمسح بقى ونرجع ان شاء الله للدلع ده اهو. بصوا الجوافه حلوه قوي قوي قوي، هنحطها بقى كده كلها. بصوا انا بجيب الجوافه واغسلها طبعا حلو جدا، واشيل اللي فوق واشيل اللي تحت، وتسهيلا عليا، علشان في ناس بتعصرها ببذرها وتفضل بقى تعصره في الصفايه والدنيا تخرب حواليكي. بصي انت بمعلقه هتشيلي البذر بس، مش هت يعني انت مش هتغوطي قوي لجوه، علشان طبعا اللي جوه ده احنا عايزينه، القلب ده عشان مفيد. هتشيلي البذر بس كده بمعلقه الشاي الصغيره، هتشيلي البذر، ده هيغنيكي عن المعاناه اللي هي لو عصرتيها بالبذر. بتشيلي بقى عادي كده وتغسليها طبعا غسله حلوه. حطيها بقى اهو، زي ما قلت عندك فانيليا، شويه جوز هند برضو بتبقى حلوه جدا. والتركه بتاعت الايس كريم دي بجد هتفرق. وادي شويه الميه، وهاخدها بقى طبعا فين، هضربها في الخلاط عشان الخلاط بيعمل ازعاج، ونرجع ان شاء الله. بصوا بقى عصرناها اهو، بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، وقوامها حلوه قوي قوي قوي. بصوا عامله ازاي. بصوا من كيلو جوافه طلعنا، بصوا ازازتين اهو. مفيده وحلوه وطريقه سهله والتركات بتاعت الايس كريم دي هتعجب الاطفال جدا، وحلوه ومغذيه. والصبح كده ممكن تدي طفلك ابنك كوبايه، تعبله في الازازه اللي بياخدها في المدرسه، احسن من الفاكهه، لان الفاكهه ممكن بتنزل ميه، والاولاد على فكره بيرموها مش بياكلوها في المدرسه. انت بصوا، والوقت هي موجوده ومتوفره، اعملي الازاز وحطيها في الفريزر. يلا اشوفكم بقى فيديو جديد، باي باي.